نتفليكس ملحت مؤخرا واحد المسلسل وثائقي على بيل غيتس. المسلسل هضر على ان غيتس واحد الانسان راقي في التفكير والتصرفات ديالو، والشيء اللي خلاه يكون متميز عن باقي الكائنات هو انه اغنى رجل في العالم بلا شك، او من بين اغنى الرجال في العالم. المحاور هنا يبدا كيطرح ليه الاسئله اللي عاديين، مثلا شنو تعجبك تاكل، الحيوان ديالك المفضل، ستيل لايف ديالك الى اخره. فجاه هو يغفل بواحد السؤال: شنو هو اكفس يوم دوزتيه في حياتك؟ حضر راسو بدا كيفكر، قال: نهار توفات لي الوالده ديالي. وهذا هو بيت القصيد الاخوان. الراجل حقق حرفيا كاع داكشي اللي ممكن يوصل ليه انسان في هذا العالم. كانت عنده في حال هذه الاجابه هذه: ما يمكنش حيتاش ما ذكرش نهار ستيف جوبز رفع عليه الدعوه بتهمه السرقه. ما يمكنش حيتاش ما ذكرش نهار شيرو عليه بكيكه وخمجات ليه وجهه قدام هذوك الصحفيين كاملين. ما يمكنش حيتاش ما ذكرش نهار خسرت الشركه ديالو 1.3 مليار دولار. ولكن قال: هو النهار اللي عشت فيه العذاب ملي الوالده ديالي فرقت الحياه. بغض النظر من هويتك وطموحك